كنتي كدير واحد المجهود اللي كبير، ولكن داك المجهود ما كينعكسش على لي نوت ديالك. باغ كونطخ كاين واحد معكم في نفس الكلاس تقريبا كيدير نفس المجهود، ولكن كيجيب لي نوت اللي مزيانين واللي انت بغيتي انت تجيبهم. شنو كيدير داك الدري واشنو الفرق ما بينك وبينه؟ علاش درت هذا الفيديو، داك علاش تفرج الفيديو حتى الاخر باش تخرج مستفيد اكبر استفاده. السلام، انا بدر كنقدم كونتوني اللي يعجبكم ويفيدكم في نفس الوقت. داك علاش ما تنساوش ديروا سبسكرايب، تاكتيفوا لا كلوش، تخليو لي لايك، واهم حاجه انستغرام ديالي تا هو في لا ديسكريبسيون. عندكم اي كيسيون في اي حاجه عندها علاقه بيا. باش نكونوا متفقين من الاول، انا ما جيتش نعطيكم شي كلمه سحريه ولا شي حاجه ديروها صافي غادي توليو تجيبوا 19 18 ولا تجيبوا النقطه اللي بغيتو. انا بغيتكم تعرفوا ان اول حاجه خاصكم ديروها هي الخدمه بزاف هي الحاجه الاساسيه اللي خاصكم ديروها الا بغيتو تجيبوا نقاط اللي طالعين. ولكن كاين شحال من واحد وتقدر تكون انت منهم كتخدم خدمه طالعه، ولكن داكشي ما كينعكسش على لي نوت ديالك. علاش انا جاي في هذا الفيديو نعطيك دي ميثود ولا شي حوايج ديرهم مع ديك الخدمه ولا شي حوايج تزيدهم على ديك الخدمه باش تكون لديك الخدمه فائده على لي نوت ديالك. واخا نبداو في الاول، كيفاش خاصها تكون هذيك الخدمه؟ اول حاجه واهم حاجه تقريبا خاصها تكون في اي خدمه في اي حاجه هي لورغانيزاسيون ولا التنظيم. لورغانيزاسيون كتعني انك تكون اورغانيزي الوقت اللي تقرا فيه، وتكون مدير واحد الفتره الزمنيه كل نهار اللي تقرا فيها. علاش؟ حيت الحاجه الثابته، مثلا شي واحد كيراجع الوطني كل نهار ساعه في النهار تا جا الوطني، ماشي هو شي واحد جا في اخر شهرين ولا 3 شهور كيقرا 8 سوايع في النهار وبغى يراجع الوطني. تقدر الا حسبتيهم يطلعوا لك نفس السوايع، ولكن الخدمه ديال الاول اللي كيقرا كل نهار اللي يكون اجور في قرايته غادي تكون بلي ايفيكاس بالنسبه للاخر اللي كيقرا مثلا 8 سوايع 10 سوايع كاع 12 ساعه في النهار، ولكن بقات لي مثلا غير موال الامتحان اللي بغى يدوز. انا صراحه باقي عندي مشكل في هذه القضيه، يعني نكون اورغانيزي نكون غادي منظم مزيان، ولكن كنحاول نطور راسي من هذه الجهه. من الحوايج اللي يقدروا يعاونوك انك تكون اورغانيزي في النهار ديالك هي تكون عندك واحد ليست تو دو، مثلا تكتب كاع داكشي اللي خاصك تقرا، كاع داكشي اللي خاصك دير في نهارك. هادشي كيعاونك انك تمشي اورغانيزي مزيان وما كتضيعش الوقت بزاف، وفي نفس الوقت كيعاونك انك ما تنساش حاجه في النهار اللي كنتي مخطط انك ديرها. وهذا مثال على ليست تو دو اللي كنعنيها، ما ديروش على الخط ولكن المهم هو المعنى. يعني اول حاجه خاصك ديرها باش ديك الخدمه ديالك تنعكس على لي نوت ديالك في القرايه، هي تورغانيزي الخدمه ديالك. واحسن ميثود باش تورغانيزيها هي دير واحد ليست تو دو باش تنظم وقتك، وفي نفس الوقت ما تنسى حتى حاجه. الحاجه الثانيه اللي خاصها تكون في الخدمه هي تكون شامله ولا جينيرال. انت كشخص بغيتي تجيب 18 ولا 19 راه ما خاصكش تقرا الماط والفيزيك والاس في تي وتنسى الفلسفه وتنسى الاجتماعيات. اقل نقطه مشات لك من مثلا الاجتماعيات ولا الفلسفه غيكون عندها واحد لامباكت نيجاتيف على النقطه توتال ديالك في الاخر ديال العام. يعني الخدمه ديالك خاصها تكون جينيرال شامله جميع المواد باش تجيب لي نوت اللي بغيتي. والخدمه ديالك بالاضافه لانها شامله خاص تكون ما فيهاش دي زيكسيبسيون. كيفاش؟ مثلا انت كتراجع في واحد الفرد باش تبدا دير ديك الخدمه ديال الاستاذ ما غاديش يحط لنا هذه، حيت كشخص باغي يجيب نقطه زوينه ما خاصك تحط جميع الاحتمالات، باش حتى الا مثلا داك الاستاذ دار ليه البلان في راسو ولا شي حاجه انت خاصك تكون موجود. يعني الخدمه خاصها تكون شامله لجميع المواد اللي ما تستغني حتى على ماده. في نفس الوقت خاص تكون الخدمه بلا ديزيكسيبسيون، تقرا كلشي بلا قرا عاوتاني ماشي تقرا كلشي. دابا غادي ندوزو لشي حوايج تقدر تزيدهم مع ديك الخدمه اللي حتى هما يقدروا يعاونوا. اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي هي يكون عندك واحد الهدف ولا واحد تارجت. مثلا انت داخل هذا الفيديو حيت انت مثلا باغي تجيب 19، هذا هدف، لكن خاص يكون عندك هدف علاش باغي تجيب ديك 19، خاص يكون هدف. يعني مثلا شي ايكول بغيتي تمشي ليها، شي خدمه بغيتي تخدمها، وحاول دائما تخلي داك الهدف قدامك وانت كتقرا، باش ان فوا لاشيتي ولا ما بغيتيش تكمل تشوف داك الهدف قدامك وتحمس انك تكمل. واحد الحاجه اخرى يقدر يكون داك المتعه ولا نتخيلوا راسنا واصلين لهداك الهدف ما تكونش كافيه. يعني خاص تخيل حياتك الا ما وصلتيش لهداك الهدف. علاش كتصيب كاع الناس اللي ناجحين في حياتهم مثلا اللي بناو واحد الثروه اللي كبيره تيكونوا نزلوا حتى لتحت وضاقوا داك الفقر ومبغاوش يبقاو فيه وخدموا مزيان، حيت فين ما كيتفكروا انهم الا ما خدموش غادي يرجعوا لديك الدرجه ديال الفقر كيعاودوا يخدموا باش يوصلوا لذاك الثراء اللي واصلين ليه. اي واحد كيقرا بلا هدف راه ما كيقرا ما والو، واخا يكون تيجي مزيان راه غادي يوصل لواحد النقطه وغادي لاشي غادي يوصل لواحد الوقت غيقول علاش انا كنقرا. يعني ضروري خاص يكون عندك واحد الهدف اللي كبير
وقوي اللي يخليك تقرا وتكمل داكشي اللي باغي دير. بلاصه مزيانه فين تقرا، خاصك شي بلاصه فاش تدخل ليها ولا تجلس فيها ما دير حتى حاجه من غير القرايه، يعني ماشي تكمل القرايه تبقى جالس تفرج في سيري تاكل شي حاجه في البلاصه اللي كتقرا فيها. البلاصه اللي تكون تاع القرايه تكون مخصصه للقرايه. علاش؟ فاش تجلس العقل ديالك كيتبروغرام ان هاد البلاصه الا جلست في هاد البلاصه راه غادي نبدا نقرا وخاصني ندخل في واحد التركيز اللي ديب، واحد التركيز اللي عميق. يعني قاد واحد البلاصه تكون فيها مثلا تكون مكتوب فيها الهدف اللي بغيتي دير، تكون محطوط فيها بيسي مقاد، تكون بعيده شويه على الصداع، تقرا فيها ترونكيل. اللي حتى الا كنتي مثلا كل مره كتحول لبلاصه غادي تعكز تبدا توجد دوك الكتوبه، توجد الحوايج، تحط البيسي، تحط التليفون باش تبدا تقرا. باغ كونطخ الا كانت عندك بلاصه موجوده غادي غير تمشي تريح وغاديك ساهله وما غاتعكسش على القرايه. خاصك تقلق. كيفاش بادر خاصني نتقلق؟ الا ما جبتيش النقطه اللي باغي خاصك تقلق، وماشي تقلق تمشي تجلس. التقلاق هو انك تقرا الفرد الجاي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا صافي مشات دازت هذيك الحاجه، لا، انا كنقول لك تعلم منها وقرا باش ما تجيبش نفس ديك النقطه وما تحسش بنفس داك الشعور اللي حسيتي به المره الاولى. يعني حاول تدرب انك خاصك تقلق، وفي داك التقلاق تحولوا لشي حاجه بوزيتيف في الخدمه الفرد الجاي ولا الفروض الجاي. واخا خاصك عاوتاني بالنسبه لاكلاس خاصك تكون مركز 100%، ما تخلي حتى واحد يدير لك داك التركيز ديالك، خاص تبين للبروف ديالك ولا انت تكون انتريسي بداكشي اللي كتقرا. حتى كيحدد المستقبل ديالك وفين غادي تكون ورا الباك. من بعد الله سبحانه وتعالى حيت القرايه تاع بصح كتبدا في القسم، عاد كترجع للدار كتراجع كتشوف شي حاجه ما فهمتيهاش كتقلب في يوتيوب كتسول الاستاذ. يعني في القسم خاصك تكون مركز وتكون انتريسي بداكشي اللي كيقول الاستاذ. شي ما كنقولش لك ما تضحكش ما تلعبش مع الدراري في القسم، ولكن عرف الوقت اللي تضحك فيه ودوز فيه وقت زوين. تعلم تساكريفي. مثلا عندك جوج فروض ان شاء الله ما غاديش تطيح في هذا الموقف الا كنتي ماورغانيزي مزيان، ولكن عندك ميزان. مثلا عندك جوج فروض، واحد ديال الماط واحد ديال الفلسفه. مثلا المعامل ديال الماط شحال 7 8، المعامل ديال الفلسفه 2 3. خدم عقل وحاول ماشي تكون انت هو الناضي وتراجعهم بجوج، حاول تركز على واحد باش تجي فيه مزيان وتبقى لك شويه الوقت قرا الاخر. واخا كيف ما كنقولوا كنعاود، عرف الوقت اللي تساكريفي فيه ولا كنتي مورغانيزي مزيان وتبعتي النصائح اللي قلت لك في الاول، راك عمرك ما غادي تطيح في هاد السيتياسيون. غير هي الا طحتي فيها تعلم تساكريفي بالمواد اللي المعامل ديالهم نازل وتعوضهم لي ماتير اللي المعامل ديالهم طالع. انا نعطيكم مثال ديالي. انا مثلا جات طحت في هاد السيتياسيون، كان في الاخر ديال العام وكان عندي بروميير باك، كان عندي الجهوي، كان امتحان ديال ولا فرد ديال اس اي وفرد ديال الفلسفه. ما نقولش لك ما راجعتش الفلسفه، ولكن عطيتها اهميه اقل وجبت فيها 17 تقدر تكون مزيانه بالنسبه لواحد كيجيب 17 كيجيب 16 كيجيب 15 في النتيجه، ولكن انا جبت 19 يعني غادي تنزل لي النقطه. ولكن في اس اي جبت جو بونس 19 ومعامل 8 يعني طلعت لي النقطه، وتاديك 17 ما بانتش كاع في النقطه ديال النتيجه. تعلم تساكريفي باش تجيب اعلى نقطه ممكن. والحاجه الاخرى اللي نقدر نقول داكشي كيجي مع الوقت. ثاني نعطيكم مثال ديالي. انا في السابعه نبدا لكم من السابعه جبت 15، الثامنه جبت 16، كاتريام جبت 17، السانكيام جبت 18، وبخوميير باك جبت 19. يعني اي حاجه كتجي بالتدريج، راه ماشي اون فوا كطبق هادشي كتولي تجيب 20. صبر وسير بشويه حتى توصل لداكشي اللي بغيتي. شكرا حيت وصلتي حتى لهاد الدقيقه في الفيديو.